عاجل المعلم حسن شحاتة يصدر أول فرمان بطرد ميدو وخالد الغندور من الزمالك ويتخذ قرار تاريخي، وشحاتة يفاجئ السيد عبد الحفيظ بهذا الخبر ويصدم الملايين. ولكن في البداية عطروا فمكم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. ولو أنت من عشاق قهوة الأهلاوية اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. أدلى المعلم حسن شحاتة رئيس نادي الزمالك المؤقت بتصريحات خطيرة نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، وقال إن الزمالك يمر بمرحلة انتقالية فارقة في تاريخه، وعلينا دور كبير كمجلس انتقالي استئصال سرطان الفساد الذي ينهش في جسد الزمالك منذ سنوات، وعلى رأس هذا الفساد الإعلامي خالد الغندور الذي كان يبث سمومه داخل القلعة الحمراء بأوامر من المعزول مرتضى منصور، فهو الآن تم استبعاده من قناة الزمالك وإحالته إلى جهات التحقيق ثم المحاكمة. وقال المعلم: أنا خلافاتي مع أحمد حسام في كأس الأمم الإفريقية 2006، وكل المصريين يعلموا كيف خرج أحمد حسام في مباراة السنغال ودخل عمرو زكي وأنهى على أحلام ميدو وأحلام السنغال. لكن هناك نقطة خفت على الجمهور المصري وأنا لم أفصح بها لوسائل الإعلام، لكن ميدو كان يريد وضع الخطة لمنتخب مصر ويلغي شخصية حسن شحاتة، الأمر الذي جعلني اتخذت قرار بطرده من معسكر المنتخب المصري رغم وساطة جمال مبارك وبعض السياسيين الكبار في مصر في وقتها، واتخذت نفس قرار 2006 بطرد أحمد حسام من نادي الزمالك وطلب محاكمته مع مرتضى منصور وأعوانه. وميدو يترأس الصفقات المشبوهة للزمالك والتسريب الشهير لميدو مع رضا سليم لاعب النادي الأهلي. وقال حسن شحاتة: أنا اتفقت أنا ومحمود الخطيب على إنشاء لجنة أزمات بين الأهلي والزمالك يترأسها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي السابق، فهو له خبرات طويلة مع النادي الأهلي في حل الأزمات ومشاكل اللاعبين. وفي النهاية لو أنت عاشق ومحب القهوة الأهلاوية اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.